بسم الله على بركة الله. رحلتنا تبدأ من مطار هواري بودين. ديبار تاعنا راح يكون للقاهرة إن شاء الله في مغامرة جديدة. تبعونا خوتي. دخلنا سلسلة كيفاش تفواياجي ب10 ملايين خوتي. حنبداكم اليوم بريمير ديستيناسيون تاعنا القاهرة. حنوريكم كيفاش حنجوزو سيجور تاعنا 10 ملايين فقط. بي اوتيل واش حناكلو واش حنديرو من الالزيك. تبعونا خوتي. اسمح لنا الدخل انت دير ب10000 ندير ب10 ملايين. دزنا على الزيروات خوتي. تبعونا في سلسلة القاهرة من فواياج تاع يعني حول العالم. ممر السعادة. كي تركب الطيارة وتبدا تستنى في البلاصة اللي مليح تبقى فارغة. سنساسيون شباب. ندعيو ان شاء الله ما يجوش يركبوا معنا خوتي باش يكونوا الازياء. كومام مازال غالي. There is life jacket under your seat in case of landing cold water. Place it over your head. Secure the straps around you. خوتي وجبة العشاء. هاي تاع راجيري الراعي الرسمي رويبة. واش زادو مدونا هادي خبيبزة فوالا فيهم طاشي بلي بات. ان بتي ديسار والشباب. وهادي الله ما على بالي يا خوتي. لا رانتيك يا خو بارابور ديستيناسيون ولا الفرماج قلت لها كيت واش نحكي لك يا شنو هادي صلصة السلطة. هاديك بورا روبا تاع فولتا 3 سوايع خوتي. ما شاء الله ما شاء الله. واش بوغوس فيها خير. فيها خير. خوتي انا لحقنا الحمد لله خير على خير. تلحق المواصل خوتي سي اوبليغاتوار تروح تشري ايتيكيت تاع الفيزا تاعك. تروحوا لهادوما مكاتب الصرف عندك 25 اورو خوتي. مرمو تقنوا الفيزا تاعنا في الباسبور لازم دوكا نروحو نشريو بيس. سي اوبليغاتوار خوتي كي تلحق اي دوله. داك المواصلات الاتصال والفندق هاد 3 فايس سي نيسيسير شاك فوا تلحق لكاش دوله. رايحين نشريو هنا عند اورانج ولا فودافون. هادوما سي لي دو سيم لي كونفيرمي هنا في مصر يعني كيف الخدمه تاعهم وماشي حاجه غاليه خوتي. الحاجه الاولى لي امبرسيوناتني كي دخلت لمصر شحال راهي غير شريت بان عندكم 43 تاع الصباح. كميه الناس والغاشي في الايروبا مش نورمال. دوكا خوتي حنحكموا اوبر. شوفوا كاش اوبر. شكرا عندي عربيه حبيبي شكرا. ربي يحفظك حبيبي. ندخلوا اي طاح لهم عندي كروسه عندي دار هنايا يا ولدي اسكت برك. هبلونا طاكسي. وتوا كي تلاقوا الايروبور تيليشارجيو لابليكاسيون اوبر وتكلوا على الله. كوموندي شوفير يديكم لنا 180 200 جنيه شارع التحرير وسط البلد وتكلوا على ربي خوتي. تبدا المغامره ان شاء الله. دوكا انا عيانين نكريو اوتيل ندخلوا ما دير رحمه ربي. صباح النور عليكم. تبدا رحلتنا في مصر ميدان التحرير خوتي. كاين اللوطه هنايا فوالا هاي ديك الساحه التحرير في وسط البلد. تكلوا على ربي نشوفوا اجواء مصر. درنا بلون بداو القاهره زنقه متحف مسجد ان شاء الله. ربي يوفقنا نشوفوا القاهره. الاجواء تاعها صح سخونه بصح ما كاينش لي ميديتي حاجه بزاف بيان. قهوه المصريه خوتي وجا قبليه خدومه ديريكت ياك ما ديريكت هذه بلا براس بلا والو. يرميها الونسيان تغلي ندوقوها. شيء جميل لا والله شيء جميل يا القهوة المصرية. كمية الناس والغاشي حاجة كاع يكلاكسونيو يا خويا. علاش يكلاكسونيو ما فهمتش يا غاشي ودي القايلة النص قايم راقدين. أجمل حاجة كي تسافر هي أنك تستخدم مواصلات شعبية عادي كيف ما حنا رانا نخدمو بالمترو الترام ديبلاسيون مونيمون لي ترونسبور كومون تاعها
تشوف الشعب تحس قاعد في ثقافتهم، تحضر تقصر مير حاجه في الفوايج هذيا، تسافر في مواد ترونسبور عموميه. رب الفول بابا. ما شاء الله عليه حبيبي ما شاء الله. اسمح لي الشباب خويا. هذا اسمه قصر السكاكيني. واش حكاولنا هنايا بلي راهم في حالة ترميم، وهذا داروا مهندس فرنسي نهار اللي كان الاستعمار الفرنسي هنا في مصر. والله ما كانت على بالي بلي جاز الاستعمار الفرنسي هنايا في مصر. تاع قصر الاركيتكتور تاعو مش نورمال. ابن المعز كان اسمه العزيز بالله. العزيز بالله. النص التأسيسي بتاع الجامعة شايفين؟ يعني عادي بصور مش مشكلة. صور عادي. شكرا. ده النص التأسيسي. في تاريخ البناء 1013 من 1013 سنة، وفي اسم الحاكم. وعلى فكرة الجامع ده مشهور في التواريخ باسم الجامع الحاكم بأمر الله، لكن اسمه الحقيقي الجامع الأنور. الجامع الأنور. الخلفاء الفاطميين لما جم كانوا بيسموا أسماء بصفة الأفضل، وقعدوا في تونس فترة واستقروا في مصر 200 سنة. 200 سنة. 200 سنة بنوا فيها الأزهر والأقمر والجامع الأنور اللي احنا فيه وبعض المباني الأخرى وسور القاهرة القديم. على فكرة السور ده مش سور القاهرة القديم، ده سور بناه بدر الدين الجمالي في نهاية عصر الوزراء العظام في النصف الثاني من الفترة الفاطمية، أواخر الفترة الفاطمية، لكن السور الأساسي اندثر. الجامع ده بقى يا سيدي أنا بقى شغال فيه، عاصرت فترات الترميم بتاعته. خلصنا آخر ترميم من 5 شهور، لكن حافظنا على بعض الأجزاء الأساسية الأصلية زي دي. ده بير مية عمقه 25 متر مغطى بالرخام شغال وشغال، بس ليه مواعيد تشغيل فيها. عمقه 25 متر ولسه فيه ميه لغايه دلوقتي. بيشتغل دلوقتي بالمواتير لكن زمان كان بالحبال. والرخام بتاعه كان من كرارة من ايطاليا. رخام ايطالي. رخام ايطالي حار جدا. حار جدا، لكن اللي انت بص ده سخن قوي هيتلسع لان ده الاصلي يعني، لكن ده بتاعنا بعد الترميم، لكن ده اصلي. عشان كده تلاحظ الحرارة مختلفة تماما. اوكي ما شاء الله. ايه كانت جولة في المسجد الازهر. هذا مسجد سيدنا حسين. الله يبارك فيه. ازهر من هنا. ده الازهر. اوكي شكرا. الريش جاي لك وديه واحده. نعم قسمنا خبز لله. شكرا جزيلا الله. فطرنا كلينا حبيبي كلينا الحمد لله. صدقة لله. شكرا. هذه صدقة. شكرا. جولة الشوارع الشعبية تاع مصر. عندي والو ولا صورني يعني؟ نتصور كيف انا وياك. يعني مثلا؟ شوف خاوتي فاش جيت باش ناكل هاد الاكله الشهيره في مصر خاوتي، منا مش نورمال. ما حبيبي في التوك توك والقدام خويا السيده زينب. واش حناكلو؟ قنبله مش نورمال خاوتي. واسمو اسم الحانوت؟ كرانك. لا رايح عند كرانك خويا العزيز.
خوتي قنبلة وسمعت. مش نورمال. لامون بادي والله ما لا بالي شنو. والله ما نورمال. ما خوشي نورمال. بينت لك. بينت. صباح الفل من القاهرة. إن شاء الله خوتي اليوم نهار جديد. اليوم حنروحوا نشوفوا عجائب السبت، واحدة منهم أهرامات. إن شاء الله تبعونا اليوم جوني في شباب بإذن الله. راهي الزوج نروحوا نضربوا الكشري قبل. صدقني مازال ما كليتو منين لحقت لمصر. كشروها ويرحمها ربي. كشري أبو طارق بابا. بس قاعد يجوني خوتي. هذا معروف أنا بزاف في مصر. كشري أبو طارق. دخلوا عرفتي. بسم الله ما شاء الله. كشري أبو طارق. السلام عليكم. شوفوا كيف يبريباريو لنا الكشري. كلام. حبيبي هلا بينا. لا. في ربي يحفظك حبيبي. يا لو يا راسي طير. كشري مصري في شباب خوتي. السلام عليكم. كيف نهضركم اليوم على القرية الفرعونية. والله ما كان عندي وقت يعني باش نصور ولا خليتها هاد الحاجة استغليتها لنفسي. من حبيت انا نشوف المناظر ونثقف وحاجة بزاف انتيريسونت. القرية الفرعونية غادي نهضر لكم عليها بلي ديتاي ان شاء الله في الفيديو كاع واش فيها. وجو فاليد خوتي شغل بزاف فهمتي بزاف بيان اكسبيريونس مش نورمال. شغل ان بتي فيلاج يحكي لك كيفاش كانوا يعيشوا الفراعنه من قبل على ضفاف النيل بزاف بيان والله. جو فاليد 100%. وهنايا ما حش نهضر حنخليكم تستمتعوا بواحده من العجائب السبع اللي جايه في مصر هما الاهرامات. اللي امبرسيوناتني هنايا هي انه انا داخلين المتحف القبطي. يعني كي تكون جزائري ولا عربي ولا مسلم خلص كيما المصري. حاجه بزاف جميله. نفسها كاينه في الاردن وكاينه في مصر. يعني في الاردن كي تدخل بيطرا ولا تخلص كيما الاردني. هنا في مصر تخلص كيما المصري. الله يبارك عليها ما شاء الله. لقطه واحد يشاد عليها. داخلين المغاره اللي كانت فيها سيدتنا مريم. جات هنايا مع سيدنا عيسى كان صغير كان بيبي. حبسوا هنايا في هذه المغاره يعني تخبات به باش تروح به من لفلسطين. يعني هذه المغاره من 1 ميلادي عندها 20 قرن خالي. سي با نورمال. واو. مش نورمال. اكل شوارع مصر. هذه الطريقة اللبنانية. أجمل شارع بيروت هنا في مصر. خوتي سوارة لبنانية ما شاء الله حاجة شابة.
شاورما دجاج، شاورما لحم، وهذه سبيسياليتي تاعهم شاورما دجاج. حاجة في الشباب ما شاء الله يعني. اوكي اسمح لي بدرجة الكبدة نيوالو. شكرا يا فندم. كبدة في الشوارع. هذا حبيبي إشهار. أكل شوارع حبيبي خويا. فريد تاعهم سبيسيال كبدة اسكندرية خويا. باش نحكي لك حبيبي، والزرودية يا والدبدوب يا أحلى يا أخوان. الأكل في مصر حاجة أخرى. قصب السكر الجوي تاعو بزاف حاجة خشينة ما شاء الله. بارك الله فيك. أنا عملك إشهار ما شاء الله. قصب السكر حبيبي إشهار. هذا في قلب ميدان التحرير ما شاء الله. عصير ولا في الأحلام. وين وين البار؟ حاجة اللي فريمون ماركاتي البوان في حياة الفراعنة ومعتقدات تاعهم هي أنهم يامنوا باللي حيعيشوا حياة أخرى مر ما يموتوا. علاش يحنطوهم، علاش يدفنوهم في مقابر، علاش؟ باسكو هذه البرانسيب تاعهم. كيما راكم تشوفوا هذا كاع يديك حاجة كبيرة في العهد الأخير للفراعنة. نحكي لكم اكزومبلار على هذه السيدة، وهذا التابوت خاص شغل تاعها، شغل هذا التمثال تاعها، وهذه الموت عن خد فوالا. بعدها هذا التمثال ومعمر بالنقوش والتزيينات. وسيرتو التمثال اللي ماركا لي البوان واش يقول لك؟ هذا شغل يسمح لها بالتنفس مرة أخرى في العالم الآخر. مر ما تموت هذا حيهوي لها ويخليها تتنفس مرة أخرى في عالم الآخر. حاجة مش نورمال والله. واو يعني شغل تنتقل بين عالم الأحياء وعالم الموتى، وتظهر الروح هي تمسك برموز حياة أبدية والأشرعة التي تمثل الرياح والهواء وعلامة على الحياة. ويعيطوا لها في وقت الفراعنة عن خاع. مش نورمال. هذا سي بيان مقياس النيل. اكتيالمون راهو دوكا مشروع المتحف برك، مي اليبوك كانوا يخدموا به المصريين الفراعنه، يقيسوا به يعني ارتفاع النيل، اذا كان حيكونوا فيضانات ولا كان حيكون جفاف، بهذا يقيسوه. يعني دوك نديكم تصور في اخر الفيديو تشوفوها ببري كيفاش داير. عندكم حاجه ثانيه كانوا يحددوا به الضرائب، يعني من 8 ل 16 فيه فيضانات ما في ضرائب على الشعب، واقل من 8 فيه جفاف ما فيش ضرائب على الشعب. هذه زمان يعني كانوا يخدموا بها.
وقبل بناء السد الكبير هنا في مصر هو جاي في اخر النيل كبير جدا، يعني العمق تاع النيل يلحق حتى 500 متر. لتماك مور ما بناوه حبسوه قاعدتك هذا ما ولاش يخدموا به، وما تماك ولاو الصيادين يعني يعتمدوا عليه على هذاك السد، هما يعطوا المعلومات اسك يخرجوا ولا ما يخرجوش. يعني ما شاء الله حاجه كبيره بزاف. تاريخ مصر هذه والله عجيبه، تاريخ كبير فيها. دوك نشوفوا في اخر فيديو قاعدتك كيفاش داير من الداخل وتصور عليه حاجه مش نورمال.